باشمهندس باسم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تمام؟ إيه اخبارك ايه؟ تمام؟ انا النهارده قلت الحقك بسرعه بقى قبل ما تمشي نعمل اللقاء معاك. حبيبي يا باشا. إيه النهارده جاي اتكلم معاك في موضوع في غايه الاهميه. تمام؟ إيه وحضرتك يعني اعتبرك حكم في الموضوع. تمام؟ هل الفيديوهات اللي بيعملها باسم عادل واللقاءات اللي بيعملها باسم عادل والكلام اللي بتسمعه كتير عن باسم عادل، هل ده كلام على الفاضي وخلاص ولا ده كلام على الارض الواقع فعلا انت لمسته؟ لو في حاجه مش حقيقيه من الكلام دوت ممكن تقولها قدام الكاميرا، مفيش اي مشكله يعني. لا طبعا، قدام الكاميرا وقدام الناس كلها انا برشح باسم لكل شركات في مصر هنا، حد ملتزم، حد امين، يشرف اي حد بصراحه يعني. الله يخليك. ايه رايك في مستوى شغلنا وفي مواعيدنا وفي دنيتنا دي؟ مستوى شغلك ممتاز جدا، مواعيدكم، الصنايع اللي معاك ناس يشرفوا بصراحه. معاك سامي عادل، حد ممتاز جدا، شاب جميل جدا، وعجبت بيه وبشغله بصراحه يعني. اسامه عادل. سامي. اسامه عادل. ده اخويا على فكره. طبعا يا حبيبي. الله يخليك. ربنا يوفقك بقى. رغم الضغوطات اللي قابلتني هنا في الشقه دي، معايا واحد تعور تعويره كبيره جدا. هل شفتنا قصرنا في الشغل او جينا تاني يوم ما جيناش ومع ان كان هيبقى لينا عذرنا؟ ده حصل حقيقي، بس الف سلامه عليه. الله يخليك. لكن بجد بالعكس، انت كمان ضغطت اكتر يعني، زودت ناس وضغطت وخلصت يعني. الله يخليك. بجد بشكرك على التزامك يا باسم، وعلى امانتك في شغلك يعني، ومستوى الشغل كمان. الله يخليك حبيبي، كتر خيرك. صدقني انا اللي سعيد بالتعامل مع حضرتك. طبعا نعرفك من زمان جدا، بس انا ما قربتلكش بصفه كبيره غير الايام ديت، ولما قربت لك عرفتك اكتر ان انت شخصيه من الشخصيات نادره الوجود بامانه يعني. طيب ممكن حاجه اخيره، ودي يعني ممكن ناس كتير تعتمد عليها، مش عايزك تجاملني فيها. تمام؟ ترشح باسم بنسبة كام في المية للناس؟ لو عميل بيسمعني ما يعرفش باسم عادل خالص، ولا يعرف ميعاده ولا يعرف شخصيته ولا يعرف أي حاجة، ترشح لي كام في المية لشخصيتي، لأسلوبي، لمهنتي؟ الثلاث حاجات دول. لا. لو في، بص هقول لك على حاجة، مش عايزك تجاملني بجد. لا صدقني، لا بكل امانه، صدقني قدام ربنا يعني. انا برشحك طبعا بنسبه 100% يعني. في الثلاثة؟ وبدعي لك بالتوفيق طبعا. الله يعني يخليك. شخصيه وكمان جوده في شغلك كصنعه، طبعا برشحك. اسلوبك وامانتك طبعا، يعني الثلاثه برشحك فيهم 100% يعني. الله يخليك. ربنا يوفقك. أنا سعيد باللقاء معاك بجد. الله يخليك حبيبي.